السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صبحي في قناتكم مصدر للدعاية والإعلان. النهاردة إن شاء الله هنبدأ درس جديد من سلسلة تعلم الإليستريتور CC 2017. اتعلمنا في الدرس اللي فات التايب تول، طريقة الكتابة والتعديل على الكتابة وكل محتويات قائمة التايب تول وطريقة استخدامها. النهاردة هنكمل شرح الأدوات. نبدأ بأول أداة الكيرفتشر تول، أداة رسم المنحنيات. زي ما احنا شايفين كده، عملنا النقطة دي، لو عملنا نقطة قدامها أول ما هنبدأ نتحرك هنلاقيها بدأت ترسم معانا منحنى. طبعا في البين تول احنا اتعلمنا ازاي نرسم منحنى عن طريق استخدام البين تول. أداة الكيرفتشر تول بتستخدم لرسم المنحنيات بشكل مباشر، وبتختلف عن أداة البين تول. هي تعتبر شبهها إلى حد ما، بس تختلف الخصائص طريقة التعامل مع الأنكر بوينت زي ما هنشوف دلوقتي. يعني لو جيت وقفت على الأنكر بوينت في البين تول، لما كنا بنقف على الأنكر بوينت ممكن أمسح أنكر بوينت، أضيف أنكر بوينت. اما في الكيرفتشر تول اول ما هقف على الانكر بوينت بلاقيه اتحول لسهم، ان انا اقدر احرك الانكر بوينت. مقدرش اعدل في خصائصها. عشان اعدل في خصائصها بستخدم الدايركت سيلكت تول، ان انا بقف على البوينت اللي انا محتاج اعدل فيه وابدا اعدل فيه زي ما احنا شايفين. هنرجع للاداه، بس طبعا انا ممكن اقدر اعدل، يا اما اخلي الانكر بوينت. احنا اتعرفنا في درس البين تول ان في ستريت بوينت وكيرفد بوينت. دلوقتي احنا بنشتغل على الكيرف بوينت. طب انا عايز احول الكيرف بوينت للستريت. لو ضغطت هنا مرتين لقيناه اتحول لكيرف. طيب ده كيرف انا محتاج احوله للستريت، ضغطنا عليه مرتين دلوقتي بقى ستريت، ووقفنا عليه كده. ولو جينا ضغطنا هنا مرتين بقى ستريت زي ما احنا شايفين، وعملنا الشكل ده. يعني دلوقتي انا لما اجي ارسم كيرف مش محتاج ان انا ارسمه بالبين تول، الا اذا كان كيرف محدد انا هشتغل عليه. ما هنا بروح محدد النقطة والنقطة التانية وابدأ اتحرك على حسب اتجاه الكيرف اللي انا محتاج اعمله. بنفس الطريقة دي كده. ده شكل عشوائي عملناه بطريقة استخدام الكيرف تول. وطبعا لو في تصميمات معينة او لوجو محتاجين نرسمه وفي شكل كيرف، ممكن نطلع بيها اشكال كتير. ولما نتعرف على الادوات بشكل اكتر طريقة تعديل عليها نعرف ازاي نستخدمها، نقدر نستفيد بيها. الأداة اللي بعد كده أداة اللاين سيجمنت تول، أداة الخط. ترسم خطوط بشكل مستقيم. يعني لو ضغطت شيفت بالشكل ده هلغي الفيل أخليه ستروك بس. أداة اللاين تول بنستخدمها في رسم الخطوط المستقيمة زي ما احنا شايفين كده. إن أنا لو محتاج أرسم خط مستقيم برسمه بالشكل ده. لو أنا محتاجه ينزل باستقامة بضغط على شيفت. لو أنا محتاج يكون حر الحركة معايا بشيل إيدي من على الشيفت. نفس الشكل ده كده. وطبعا يعني احنا هنمسح ده. لو انا محتاج اعمل خط، لو ضغطت ضغطة واحدة بالماوس، كليك شمال بالماوس في اي مكان في الارت بورد، اولا بحدد الطول. يعني مثلا لو اخترت الطول 1000 بكسل ومثلا هخليه بزاوية 45 وهقول له اوكي. هنلاقيه طبعا احنا عشان نفذنا الامر مرتين عمل معانا، رسم معانا الخط بالطريقة دي. طيب انا محتاج استغل الخطين كده. لو رسمت النقطة دي خط بالشكل ده وخط بالشكل ده، طيب أنا محتاج أعمل ارتباط ما بين الأربع خطوط اللي أنا رسمتهم. أول ما هحدد عليهم هختارهم سيلكت تول، أو هضغط على كنترول إيه في الكيبورد وأضغط كليك يمين بالماوس. هنلاقي في اختيار اسمه جوين. دلوقتي عمل الارتباط ما بين الأربعة أنكر بوينت اللي موجودين معايا بقوا شكل واحد. يعني عشان أقدر أفكهم من بعض دلوقتي عمل ارتباط ما بينهم بقى شكل واحد، بتعامل معاه كشكل واحد. يعني لو جينا وقفنا على أي نقطة بالشكل ده كده
اقدر اعدل عليها بشكل مستقل. طبعا انا عشان اعمل الجوين من غير ما استخدم الماوس كده رجعناهم مرة تانية خطوط، وكل خط مستقل اقدر اتحكم فيه بشكل مستقل. لو انا حددت عليهم بشكل كامل عملت كنترول ايه ودخلت على اوبجكت، بعد كده اخترت باس، هنلاقي جوين ممكن نضغط عليها او نضغط في الكيبورد على كنترول وجي الاختصار بشكل مباشر. وبكده اتعرفنا على اداة لاين 2 واختصارها علامة الباكورد. هنيجي للأداة اللي بعد كده، هنمسح الشكل اللي احنا رسمناه. أداة الأرك تول الخط المنحني. لو أنا جيت عملت كده ظهر معايا الخط الانحناء، وكل ما همتد بالخط هنلاقي إن الانحناء بيزيد معانا، قللت الانحناء بيقل، يعني بالشكل ده كده. لو حبيت أعمل شكل بالمنظر ده، وبنفس الطريقة لو أنا حبيت أعمل ارتباط ما بين الاتنين وضغطت على جوين بقوا شكل واحد نقدر نستخدمه. يعني لو جينا هنا وعملنا روتيت، ودي هنتعرف عليها لما نوصل لأداة الروتيت، نحدد نقطة الاتفاق وأقول له كوبي. هنضغط على كنترول دي نكرر الشكل. لو عملناه كده جبنا الباس فايندر، هنضغط على ويندو، هنختار باس فايندر كنترول شيفت كنترول واف 9، وهنخليه ديفيد ان هو هيعمل لنا كل جزء منفصل، وهنلون كل شكل على حدة. مثلا انا اخترت الجزء ده، نختار له مثلا درجة لون كده كده، وهنلغي الستروك. طبعا كل ده هنتعلمه في الدروس اللي جاية بشكل مفصل. واختار انا الداخلي، نعمل زوم. وطبعا ممكن بشكل مباشر ماجيك ويند حدد ان هو يحدد لي الستروك كلر، يلغي الفيل. واختار كده، هنيجي هنا في درجات الالوان كده. بأداة الارك تول انا رسمت الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. احنا ممكن نعمل له جروب، تقدر تعمل بيها تصميمات كتير زي ما شفنا. لو ضغطنا ضغطة واحدة كليك شمال بالماوس هيظهر معانا الاعدادات. احنا محتاجين نعرف الطول الاكس والواي ونقطة الارتكاز. يعني مثلا لو خلينا نقطة الارتكاز كده، هنخلي الاكسس اوبن ونقول اوكي زي ما احنا ما شايفين. لو ضغطنا كده، طيب لو خلينا التايب كلوزد وقلنا له اوكي، عمل لنا الالتفاف في الخط المرسوم مكملة بخطوط مستقيمة وقفل الشكل. يبقى كده عرفنا استخدام الارك تول وطريقة الاسلوب اللي هو مدى الالتفاف الخاص بيها. يعني لو جينا كده خليناها هنا، قلنا له مثلا ديت الواي طول 800، قلنا له اوكي خليها الارتكاز تحت. ليه ظهر معانا بشكل مستقيم؟ لان احنا هنا لما عملنا الارك قللنا الاسلوب. لو زودناه هنلاحظ ان الالتفاف معانا بيزيد. وطبعا ممكن نرسم بيها اشكال كتير زي ما شفنا. ان احنا ممكن مباشرة هنرسم كده، تقدر ترسم بيها اشكال كتير. وعلى حسب الامتداد بنلاقي الالتفاف معانا. مثلا هنحدد على الشكل ككل،
نديله فيل، ظهر معانا بالشكل ده. طب انا محتاج اقفل الشكل. لو انا ضغطت على جوين لقينا الشكل اتغير، لان قبل دلوقتي الشكل بقى شكل مغلق مش شكل مفتوح. الاول الشكل كان مفتوح، فلما اديته فيل عمل فيل على الاجزاء، قفل كل خط بشكل مستقل، معملش ارتباط ما بينهم ما بين بعض. بكده احنا اتعرفنا على أداة الارك تول واستخداماتها. هنيجي برضو في نفس قائمة اللاين تول، هنضغط ضغطة مستمرة عليها، هننزل لسبارل تول، الخطوط الملتوية. لو انا ضغطت عليها بالشكل ده هتظهر معايا بالطريقة دي. لو انا اخترت قص وقصيت كل بوينت، ان انا اخلي كل بوينت خط مستقل بالشكل ده مثلا، وجينا بالسلكت تول غيرنا الالوان بالشكل ده كده. لو زودنا حجم الاستروك عشان الالوان تبان معانا، هنلاقي ظهر معانا الشكل بالطريقة دي. طيب ازاي اقدر اعدل عليه؟ ممكن وانا برسم اغير اتجاهه. يعني هو دلوقتي اتجاهه معايا لفوق، طب انا عايز اخليه لتحت، بضغط على حرف الار بيتغير اتجاه الالتفاف معايا. طيب انا لو ضغطت بشكل مباشر ضغطة واحدة زي ما شفنا في اللاين تول، ظهر لنا قائمة الاوبشن بتاعت السبارل تول. اولا الراديوس ده بنشوف الراديوس مستوى الارتفاع، يعني انا محتاجه يبقى مستوى التفافه قد ايه. يعني لو جينا هنا قلنا هنخليه ده، كل ما هنكبر هنلاقيه زاد معانا بالشكل ده. طيب لو ضغطنا هنا نخليه مثلا 20 بكسل، ولو قلنا هنخلي دي 10 عشان نفهم كل اختيار بنختاره على انه اساس، والسيجمنت 10. قلنا اوكي. هنلاقيه ظهر معانا كأننا عاملين خط بالارك تول. طيب احنا هنقلل 2000 ونخليها 1000، او 500 بكسل عشان تبقى معانا، وهنخلي ديكي 20 والسيجمنت 10. هنلاقي مستوى الالتفاف بدأ يزيد. طيب لو ضغطنا كده خليناها ديكي 40 والسيجمنت 10 على 500، نلاقيها بدأت الالتفاف بدأ يزيد. يبقى أنا عرفت إن أنا بغير في الالتفاف اتعملوا معانا. طب لو أنا زودت بنفس الأداة، خليت ال 40 60، هنلاقي الالتفاف بدأ يزيد معانا. طيب لو خليناه 80، هنلاحظ إن بقى الالتفاف بقى كامل. أدي 1 2 3 بنفس الطريقة. طيب لو خليت أنا الديكي 100%، قلنا له أوكي، هنلاقيه جاب لنا الدايرة بشكل كامل. هو كمل الدايرة، لغى الجزء اللي في النص وكمل الدايرة. احنا كده في السبارل تول، وطبعا ديت ممكن نستخدمها ليها استخدامات كتير يعني مع استخدامات الإليستريتور. لما ناخد أدوات تعديل على الأشكال هنلاقي إن هو مثلا بالروتيت، لو أنا جبت أداة الريفلكت بالشكل ده كده، بالشيب بيلدر تول،
مسحنا الجزء ده، مسحنا الجزء ده، عملنا زوم، مسحنا الخطوط دي كده. ممكن لو حددنا الشكل ككل نصغر. بالباس فايندر عملنا فصل، قلنا له ان جروب، بس طبعا هنديله هنا لون عشان نعرف نتعامل معاه. وجينا كده اشتغلنا مثلا كده، وبعد كده هنا ممكن نختار تدريجة ألوان متكاملة، نختار هاي دروبر أو هنشتغل على اللون الأغمق بالشكل ده. ممكن نحذف الجزء ده بشكل كامل. هنلاقي طلع معانا شكل جديد من استخدام أداة الإسبار للطول. طبعا لو أنا اديته ستروك هيبان معانا، لو حددته ككل مثلا اديته ستروك ظهر معانا شكل جديد، وده بيفيدنا واحنا بنرسم الأشكال في تصميم الشعرات. تقدر تطلع أفكار جديدة وأشكال جديدة بتنسيق الألوان باستخدام خطوات بسيطة باستخدام البرنامج. هنيجي بعد كده أداة الريكتانجل جرايد تول، دي رسم الشبكية، وهي بتستخدم أكتر في برنامج الإليستريتور لو أنا شغال معايا ملف مثلا ملف PDF أو بروشور أو أي شيء مطبوع فيه جدول ومحتاج أعمل جدول. وطريقة التعامل معاه سهل، يعني دلوقتي أنا معايا جدول من 4 أعمدة، هنقول 4 صفوف مثلا 7 أعمدة. السكيو التسطيح، يعني لو أنا خليته كده للشمال قلت له أوكي هنلاقي رحل الجداول على حسب أنا محتاج الترحيل هيبقى على إيه. يعني لو أنا برسمه كده أنا محتاج أخليه هنلاقي إن هو رحل المساحات الناحية اليمين. لا أنا محتاج أخلي كله متساوي، هضغط على الزيرو وهلغي يوز اوتسايد ريكتانجل از فريم، ان المستطيل الخارجي انا محتاج كله مربعات، فهلغي الجزئيه ديت بحيث ان المربع الخارجي ما يبقاش مربع مستقل. لو جيت اتعامل معاه كده دلوقتي هو شكل واحد، طب انا محتاج افك الاشكال المربعات عشان اقدر اتعامل معاها. دلوقتي انا محتاج اتحكم فيه اكتر. لو اخترت بالشكل ده بالدايركت سيلكت تول وانا بتعامل معاه، واول ما اضغط شيفت اقدر اتعامل معاه بخطوط ان انا اظبط المساحات فيه من غير ما استخدم الباث فايندر. وابدا اوزع مساحات الكتابه اللي هشتغل عليها. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اغير الالوان، يبقى انا كده اضغط على اوبجكت واقول له اكسباند فيلو للستروك، كده خلاهم كاشكال مستقله. اول ما هضغط على ان جروب نفس اختيار الديفل في الباث فايندر هنلاقيه ان هو قسم لي كل حاجه لوحدها. طيب انا محتاج اخليهم، دلوقتي انا خلاص حددت الجدول وحددت الخانات،
عايز كل مربع يكون مستقل، بحيث ان انا مثلا لو هعمل الوان هكتب فيه، هضغط على ديفيد. اول ما هختار بحرف الايه، زي ما احنا شايفين المكان اللي بحدد عليه اقدر اتحكم في الوانه كمربع مستقل، لان انا قسمت الخلايا مربعات، كل مربع مستقل اقدر احذف اي جزء فيهم. دي اداة الريكتانجل جرايد تول، وهنشوفها اكتر واحنا شغالين في التطبيقات. هننتقل للاداة اللي بعد كده، البولار جرايد تول، اللي هو الشبكية الدائرية. دي طبعا استخداماتها هتفيدنا كتير في استخدام في عمل الاشكال الهندسية. ان انا مثلا بحدد ده هيظهر معايا بشكل دائري، يعني نفس فكرة الجدول بس بشكل دائري. ان انا مثلا هخلي اللي هو في النص زيرو، العمودي زيرو. هنتعرف عليها بشكل اكبر واحنا شغالين دلوقتي. زي ما شفنا كده، ده عشان خلينا راديال ديفيدر القاسم المشترك ما بينهم زيرو. طيب لو انا خليته مثلا 5، قلت له اوكي، ده كده هنلاقيه قسمهم لي على 5 اجزاء بشكل عمودي. دي 1 2 3 4 5. تمام، احنا محتاجين نخليه بشكل افقي، 1 2 3 4 5. لو جينا كده لو خلينا الكونتراكتور ديفايدر 0 والراديال ديفايدر 5 وقلنا له اوكي، ظهر معانا بخط مستقيم. طبعا مش ده المطلوب، احنا محتاجين الدائري. فهو ده هنخليه 5، ونخلي السكيو 0. طبعا ده لو احنا شغالين، احنا مثلا شغالين على شكل عايزين نطلع مثلا زخارف زي الزخارف الإسلامية. لو أنا عملت كده، جيت هنا، جيت على الروتيت وضغطت ألت بالشكل ده كده، وحددت عليهم كلهم بشكل كامل. بين هنا نعمل زوم، اخترنا الشكل ده، وجبنا الشيب بيلدر تول بالشكل ده كده. ده بقى شكل مستقل. نضغط عليه مرتين، ممكن أروح قايم جايب الروتيت في أداة الروتيت، ونضغط على ألت والباقي. لقينا احنا بنستخدمها ممكن نطلع بيها أشكال عن طريق الدمج، أشكال كتير، ودي هتبان معانا أكتر واحنا شغالين، بس احنا بنتعرف على الأداة وطريقة استخدامها. هنيجي كده نرجع تاني للأداة. طبعا عرفنا مثلا نخلي كده 5. طيب لو خلينا السكيو الخارجي مثلا 70، هو كان 0 خليناه 70 وقلنا اوكي، هنلاحظ ان هو وسع المساحات الداخلية وقلل المساحات الخارجية. طب لو احنا عكسنا، ان انا هخليه مثلا هنا -82، هنلاقيه زود المساحات الخارجية وقلل المساحات الداخلية. طبعا كل الأدوات دي بتفيدنا في الرسم واحنا شغالين، لما يكون معانا شغل شغالين على حاجة معينة أو فكرة معينة. يعني مثلا ممكن هنا إن أنا مثلا هرسم شكل مثلا زي نجمة بالشكل ده كده.
وانا محتاج اخليها تلف معايا على نفس الاتجاه ونفس الزاوية. طب انا معرفش الزاوية، هجيب اداة الروتيت وهنضغط وهنحدد مكان الارتكاز، مش هنضغط على الألت، مكان الارتكاز في نص الدايرة، وهضغط على الألت وأبدأ أحرك لحد ما أوصل للمكان اللي أنا محتاجه، وهضغط كنترول دي عشان أكرر نفس الحركة. طبعا ما جاتش معانا مظبوطة، عشان تيجي معانا مظبوطة احنا هنعملها بشكل يدوي. هنضغط بداية الروتيت على نفس المكان، ونقطة الارتكاز متحددة معانا. لو مسحنا الدايرة اللي احنا عملناها هنلاقي إن احنا عملنا الالتفاف بنفس الزاوية زي ما كنا شغالين على الدايرة. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهاردة عشان وقت الفيديو، وإن شاء الله في الدرس الجاي هنبدأ نتعرف أكتر على باقي أدوات قائمة الشيب تول وطريقة استخدامها. كان معاكم محمود صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.